إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يحدثنا أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه عن موقف عجيب وطلب غريب حدث في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد التفوا حوله كأنهم النجوم قد أحاطت بالقبر، يعلمهم الدين والأخلاق والإحسان، ويأتيهم خبر السماء بالهدى والرحمة والإيمان. فبينما هم كذلك إذ بشاب يدخل عليهم ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأي موقف هذا وأي طلب هذا؟ يطلب الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم إيمان ذلك الشاب. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فظاهرة في رأفته ورحمته وشفقته، حتى إن هذا الشاب استطاع أن يقوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب هذا الطلب بدون تردد. وكما قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما إيمان الشاب فظاهر في شيئين: الأول خوفه من الحرام وبعده عن الآثام، فلم يتردد أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا حتى يكون حلالا. وأنى له ذلك؟ الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما الأمر الثاني فإنه قد جاء يبحث عن علاج لقلبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه: ما أيكفف عن هذا القول؟ أيقال هذا الكلام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه، فدنا فجلس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس ليأمن وأجلسه ليطمئن، وهذا أول وسائل العلاج، فإنه للرحمة والشفقة محتاج. قال له صلى الله عليه وسلم:
أتحبه لأمك أي الزنا؟ فقال لا، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له أتحبه لابنتك؟ فقال لا، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ ويقول لا، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالتهم. لا إله إلا الله. حوار عقلي يحرر العقل المسلوب، ونقاش عاطفي يصل إلى شغاف القلوب. فكل من ستريد أن تزني بها، إما أن تكون أما أو ابنة أو أختا أو عمة أو خالة لرجل مثلك غيور يأبى أن يدنس عرضه ولو أن يوسد في القبور. استشعروا معي إخوة الإيمان ذلك الإحساس الذي أحسه الشاب الغيور عندما تخيل فداحة هذا الإجرام لو فعله أحد المجرمين مع محارمه. ما أقبحها من صورة لا يرضى القلب السليم مجرد تخيلها والله، فكيف إذا كانت واقعا أليما مرا؟ فعندها والله باطن الأرض خير من ظاهرها. الغيرة يا عباد الله خلق من أخلاق أهل الإسلام يتحلى به الكرام الأنبياء الأتقياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله عز وجل، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعندما بلغه صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال لو لقيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مشرح العبد، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير منه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة وبجواره امرأة تتوضأ فسأل لمن هذا القصر؟ فقيل لابن الخطاب عمر، فقال صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. فقال عمر أو عليك أغار يا رسول الله؟ المسلم غيور على عرضه وغيور على أعراض المسلمين. واستمع يرعاك الله إلى موقف عظيم من مواقف تاريخ الإسلام العظيم. فإن امرأة مسلمة قد أتت بجلب لها إلى سوق بني قينقاع، فدار بها اليهود وأرادوا أن يكشفوا عن وجهها فأبت، فعمد يهودي فعقد ثوبها من وراء ظهرها وهي لا تشعر، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، فقام إليهم أسد من أسود المسلمين، رجل من رجال الإسلام ممن تحلى بالكرامة والمروءة والشهامة، فعمد إلى ذلك اليهودي فقتله. فقام اليهود فقتلوا ذلك المسلم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وغزاه وحاصره حتى نزلوا على حكمه وأجلاهم إلى بلاد الشام. فأين غيرتكم يا أهل الإسلام على أعراضكم وأعراض المسلمين؟ ظهر الفسوق والمجون، انتشر العري والتبرج، كثرت الفواحش والرذائل. أمة الطهر والعفاف سقط أبناؤها في مستنقعات الخبائث والرذائل. أمة اشتهرت نساؤها بالستر والحشمة انقلبت موازين
يتحرش فيها أهل الخبث بالخبيثات، من أمرنا بالعفة والقرار في البيوت يتوسطن ذئاب الأعراض باسم الحرية وحقوق المرأة. فقل لي بربك أيها الغيور، أين الطاهرات العفيفات؟ أين ربات البيوت؟ أين ذوات الخدور؟ أين ما ورد في سورة الأحزاب وسورة النور؟ تغيرت النساء مع الأسف، وليس لنا إلا أن نقول كما قال الأول: قف بالمطي ونادي في صحرائهم فعسى أن يجيب الحي من أبنائهم. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. فيا شباب الإسلام، يا أهل الغيرة والمروءة، احفظوا أعراضكم وأعراض المسلمين، عفوا أنفسكم، تنزهوا عن الرذائل، احفظوا أعراضكم، وتذكر أيها المسلم أنه كما تدين تدان، ومن يزني ب2000 درهم يزنى في بيته بغير درهم. أسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، عباد الله، لما اكتمل الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الشاب، قال راوي الحديث: فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما كان شيء بعد أبغض إليه من الزنا. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نرحم شبابنا. ذلك الشاب وهو في عصر من أطهر العصور على الإطلاق، ووسائل الفتنة قد انعدمت في عصره، حاله هذه الحال يطلب الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا. فكيف بشبابنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهوات والرذائل، كثر فيه التعري والسفور والتبرج؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسؤولية تقع على أوليائهم. اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، ربوهم على محاسن الأخلاق، انشروا فيهم العفاف. أيها الأب، علم بناتك الحجاب الشرعي وأمرهن بالستر والعفاف. اتق الله يا رجل، فهذه أمانة والله ستسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأي قلب يحمله هذا الإنسان عندما تخرج ابنته أو أخته من البيت متبرجة كاشفة عن شعرها مبدية لمحاسنها ومفاتنها، تخرج إلى ميدان العمل أو إلى الدراسة؟ أي قلب يحمله هؤلاء؟ إنما هي ضعف الشخصية والرجولة وضعف الإيمان. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم وبناتكم، احرصوا على عفافهم، يسروا لهم الزواج، ابذلوا ما في وسعكم لتزويج أبنائكم. أيضا يا أولياء الأمور، اتقوا الله في شباب المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. الشروط التي يشترطها الآباء شروط باطلة. لا أرجع البنت تكمل قرايتها، لا ما تسكنش فوق هلك، لا ضروري يكون عندك عمل في القطاع العام، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله في شباب المسلمين. أيضا احذروا من مغالاة الأمور والتكلف في الأفراح والأعراس. قد عسرتم والله على الشباب وكنتم سببا فيما ترونه بالفساد. فاتقوا الله ويسروا للشباب، وعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم
وأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يحموا أعراضهم وأعراض المسلمين. يا أخي كما لا ترضاه في محارمك لا ترضاه في محارم الناس. كن رجلا شهما وأت البيوت من أبوابها، واطلب العفاف من الله سبحانه وتعالى، وابذل الأسباب، وأكثر من الدعاء. الله عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفضل الله والله واسع، فهو الكريم الرزاق الوهاب الجواد المعطي سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأكثر من الدعاء وألح في الطلب وابذل الأسباب، وحق على الله أن يعينك، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الناكح الذي يريد العفاف. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أكثر من الصيام وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، واتق الله في نفسك. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، تنزه عن الرذائل. والله إن النفس والقلب ليتقطع أسفا، وإن الهم لينزل بالنفس عندما ترى تجمع الشباب أمام حفلة من الحفلات يذلون أنفسهم لا لشيء إلا لمجرد المعاكسة والتحرش. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم. والمسلم عزيز بدينه، عزيز بأخلاقه، عزيز بنفسه ومروءته وشهامته. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.